السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، مرحب بكم في قناة كلاسيك كار. هنتكلم عن أهم 5 نصايح بعد شراء أي سيارة مستعملة، وحاول ما تفوتش منهم أي نصيحة لأنهم مهمين جدا. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تسيب لنا سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس وتسيب لنا أحلى لايك مع أجمل كومنت وتصلي فيه على النبي، ونقول يلا بينا. أول حاجة هنعملها هنغير زيت المحرك حتى لا يحدث تلف في المحرك، ثم نقوم بضبط عداد الكيلومترات. مثلا جبت زيت 10,000 كيلو، يبقى خلاص 10,000 كيلو أو أقل، ما ينفعش أزود حتى لا يحدث أي تلف في محرك السيارة. تاني حاجة لازم أنفذها فورا، تغيير مجموعة سيور السيارة بما فيهم أهم حاجة سير الكتينة حتى لا يحدث تكسير أو قطع في السير مما يؤدي إلى تكسير صبابات. فبالتالي أهم حاجة إن نغير سيور السيارة. تالت حاجة هنتكلم عليها هو التشيك على زيت الفتيس، لو محتاج يتغير، لو مش محتاج، لأن زيت الفتيس بيبقى 40,000 كيلو إلى 60,000 كيلو، فمن الأفضل إنك تغيره لو مشتري سيارة مستعملة. رابع حاجة تغيير فلاتر السيارة. عندك فلتر الهواء لو مش محتاج يتغير ممكن ينضف، بس أهم حاجة تغير فلتر الزيت. هنيجي بعد كده نتكلم على خامس حاجة وهي دورة مياه السيارة. لازم نراجع على دورة المية في السيارة وتبقى سليمة، ما يبقاش فيه تسريب أو سدد حتى لا تحدث مشاكل كبيرة. ارتفاع في درجة حرارة المحرك ممكن يحصل لا قدر الله جوانات وش سلندر، وطبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة، فنهتم بدورة مياه السيارة. والكده احنا اتكلمنا على 5 نصايح، وهم اهم 5 نصايح بعد شراء اي سيارة مستعملة. ويا ريت تتابع ال5 نصايح دول بصفة مستمرة حتى لا يحدث اي خلل في السيارة. والكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تدعمنا في القناة. لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.